السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وش راكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير في هذا اليوم المبارك، اليوم الجميل، كذلك مع طبق سهل وبسيط، وكذلك طبق يعني صحي 100%. شوفوا هنا أول حاجة، هنايا جبت هنايا حبات تاع الباذنجان، يعني أنا جبت عفوا زوج حبات تاع باذنجان، حطيت شويتهم فوق النار. جبت أنا نفضل نشويهم فوق الطابونة، نتوما تقدروا يعني في طريقة أخرى تقدروا تشويهم داخل الفور، تحطوهم داخل الفور يتشواو، ولكن أنا نفضل هكذا فوق الطابونة باش تجيهم ريحة الشويان، باش يكون فيهم هذاك الجو تاع الشويان، يعطيله يعني بنة. شوفوا كذلك، شوفوا أنا قطعته على زوج، ونسيي كيفاش نفرغ الباذنجان من الداخل، نخليه شوفوا غير القشره، باك خليه تقعد لي غير القشره. هذه طريقه سهله، وكذاك كذا ما نقيسوش بالماء. افضل يعني ما نغسلوهش، افضل حاجه ما نقيوهاش في الماء، يعني هذه الطريقه احسن، يعني راح يحافظ على ذاك الجو تاع الشويان، راح يحافظ على البنه تاعو. فقط انا ملاحظه، انا تمنيت لو زوج حبات تاع باذنجان ما فيهمش هذيك الزريعه، هو الافضليه تكون ما فيش هذه البذور، ولكن انا زوج حبات جاوني فيهم بذور، ولكن ما اثرش بكل صراحه، ما اثرش على الجو، ما اثرش على يعني الذوق تاع هذو الكويرات تاع باذنجان او دولمة الباذنجان، يعني ما اثرش، يعني جا الجو او الذوق رائع، ولكن افضل يكون ما فيش هذاك البذور. كذلك جبت هنا نصف صدر تاع دجاج، زوج حبات تاع باذنجان مشويين، جبت هنا قليل من الملح، قليل من التوابل مشكله، قليل من الفلفل العكري، وكذلك جبت هنا كمون، وجبت كذلك سكنجبير. الكمون يعطي لها يعطي لها ذوق رائع كذلك، وجبت كذلك قليل من الفلفل الاكحل، وكذلك رحيت فصوص تاع ثوم، رحيتهم مع الدجاج. انا كي درت الدجاج يترحى رحيت معاها فصوص تاع ثوم، وجدت لها زوج مغارف تاع خبز مرحي. شوفوا هنايا، انا هنايا شوفوا كيفاش لميتها الطريقه هذه. بعد ما لميتها هنايا نروح نعملها كويرات صغار بالطريقه هذه. راكم تشوفوا تصدقوني هذا الطبق رائع، وكذلك اللي عنده ذراري ما ياكلوش الباذنجان، طريقه ما يفيقوش كامل باللي باذنجان، يعني تعطيهم ياكلوا، مدولهم ياكلوا ما يفيقوش كامل باللي راكم طيبتوا لهم بالباذنجان. يعني كما نقول لكم طبق رائع، اللي طريقه يعني ندخلوا الباذنجان لولادنا ياكلوه بلا ما يفيقوا. صدقوني انا بنتي صغيره كلاتو بلا ما تفيق اصلا، ما قلتلهاش باللي فيه باذنجان وما فقتلوش، يعني كلاتو بلا ما تعرف باللي فيه الباذنجان. طبعا هنا ندير كويرات كامل، ودائما نقولوا الكميه على حساب افراد العائله، قد ما تكون يعني العائله كبيره قد ما تكبروا الكميه، لهذا دائما انا ما نعطيش يعني هكذا المقادير 100%، بسكو نبقى اطباق على حساب افراد العائله، ماشي كيما خاصة الأكل مختلف. أطباق تاع الأكل يعني مختلفين على الحلويات. الحلويات لازم نمدو بالميزان والكمية، أما يعني هكذا الأطباق يعني على حساب أفراد العائلة. هذا يعني هذه الكميات تقدر تاكل من 3 أشخاص 4 أشخاص، يعني على حسب. كيما هنا تشوفوا هنايا انا لميت هنايا كامل هذوك كورتهم، ومن بعد نحطهم بجهه، نحطهم يعني داخل الثلاجه، ونروح نوجد لاصوص تاعي. تشوفوا هنا حطيت المقله، حطيت هنايا كميه تاع زيت، جبت واحد 2 مغارف تاع زيت، كذلك جبت هنايا حبه تاع بصله حيتها، ونحكم نقلي هكذا بالطريقه هذه حتى نقليه مليح. طبعا البنات ما تنسوش يوصلوا معايا حتى هنا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناه، لايك وكومنت على القناه وعلى الفيديو، قولوا لي رايكم بكل صراحه في المحتوى، وكذلك اعملوا لها لايك للفيديو فضلا وليس بالامر باش يوصل اكبر عدد من الناس، وكذلك نستفاد الكل، وكذلك تشجعوني باش نزيد نقدم لكم الوصفات ونكمل معكم في القناه ان شاء الله. شوفوا هنايا جبت هنايا حبه تاع طماطم مرحيه، حطيت نفس التوابل اللي عملتهم في الكريات تاع الدجاج او الدولمه تاع الباذنجان والدجاج، نفسهم اللي راح نحطهم في لاصوص. نزيد نذكركم طبعا حطيت هنايا فلفل عكري، الملح، فلفل قليل من الكمون، سكينجبير، وكذلك فلفل الكحل، وتوابل مشكله. طبعا هنايا نبقى كذا نقليهم مليح بالطريقه هذه، ونصور كذلك زوج فصوص تاع ثوم. شوفوا هذيك العظمه انا ديك تاع الدجاج كي نحيتها نص تاع صدر، كي نحيته ما حبيتش نرميها، قلت معليش تطلق لنا البنه في المرقه تاعنا، ونجيب هكذا نمرق بالماء دافي.
ونخليها حتى هكذا طيب حوالي هكذاك 10 دقائق من 15 دقيقة. من بعد نحط الكويرات تاعنا تاع باذنجان والدجاج ونخليهم ونغلق عليهم ونخليهم يطيبوا. ما ننسوش كذلك الحمص، تقدروا تعملوا كذلك. انا درت عملت هنايا حفنه تاع حمص. وراكم تشوفوا هنا نحط كامل الكويرات. شوفوا انا قلت لكم يعني طبق صحي فيه الباذنجان فيه الحمص وكذلك مش مقلي، يعني ما فيش هنايا نحينا يعني ما قليناهش مباشره، احنا حطيناه داخل لاصوص. وشوفوا هنايا بعد ما طابت وتجمرت معانا، وتشوفوا هنايا كيفاش طاب هنا الاخر الدورمه تاعنا يعني كما قلت لكم جات روعه. وما كي تاكليه ما تفيقش كامل باللي فيه الباذنجان. بعد ما خليت انا لاصوص تاعي عقدت واضحة معكم في الصورة، نقدمه نروح مباشرة للطاولة. شوفوا هنا درت هنا فقط الحميص، انا زدت خدمت درت معاه حميص حار وريته لكم يعني. هنا الحميص كذلك يحب الكسرة ويحب والله المطلوع. انا كان عندي خبز الدار، هذا ما طيبتش يعني كسرة، كون طيبتها كون درتها معكم يعني طيبتها معكم هنايا، ولكن كان عندي خبز الدار من قبل هكذا حطيت الحميص معاها. شوفوا هنايا الدورمه تاعنا تاع اليوم كما نقول لكم جات روعه. اللي وصلوا معنا الفيديو هنا نقول لكم شكرا على المتابعه، وان شاء الله تبقاو دائما وافين معايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.